المنتل هيلث توبيك كبير قوي وبنسمعه في كل ما بين كلمتين منتل هيلث. ليه احنا النهارده ما تعلمناش كفايه في حته المخ؟ كل ما الواحد بيتعلم اكتر عن المخ بيبطل يشوف الهيومنز، بيشوف بس خليات مخ. في الشرق الاوسط او في الميدل ايست او في الريجن متاخرين عن بقيه العالم في حته انك تفهم المخ، وظائف المخ وعلاقه المخ بالبني ادم. ان انا مخي مش متظبط او مودي انا ما بقاش قادر حتى اطلع من السرير. هناك قالوا لنا minimum effort maximum technique. ان القعده على ماشين واعمل كده مفيده جدا وهتشغل المخ بابلاء، بس الكارديو ليه عامل تاني خالص على المخ. كل ما بتعلم اكتر على المخ كل ما اعرف اسيطر عليه. لما حد يقول منتل هيلث ايه الديفينيشن؟ ايه معنى منتل هيلث؟ ويلكم everyone، اهلا بيكم في اول حلقه من كي جي بودز البودكاست العالمي. مبسوط قوي ان النهارده معايا هبه عبد الجواد. هبه هي كوفاوندر في بادي هاك. بادي هاك هي مدرسه من اقوى المدارس في تعليم المدربين في منطقه الميدل ايست واسيا. الحلو ان هبه عندها اكتر من 20 سنه خبره في مجالات مختلفه، منها البيرسونال تريننج، بيلاتس، ستوديو مانجر. مش بس كده، هبه كمان بطله اولمبيان، شاركت في الاولمبياد مرتين في رياضه الباليه المائي. غير كده هبه اخذت جوائز كتير قوي في الفتره اللي فاتت، منها ذا بيست اديوكيتور في دبي ويو اي، جايزه النكست فيتنس ستار من وومنز هيلث، وحاجات تانية كتير قوي. هبه I'm so happy and honored اللي انت معايا النهارده في اول حلقه لكي جي بودز. هاي كريم، I'm very honored ان انا اكون اول جيست عندك excited. وانا بصراحه هبه انا هقضي الوقت ده كله اني فعلا عايز اتعلم منك، جنولي عايز اتعلم منك، وعايز اركز في سبجكت معينه اللي انا النوليدج فيها بتاعتي ضعيفه جدا، وهي حته البرين والبرين فانكشن والمنتل هيلث والمنتل إلنس وكل الحاجات دي. احنا بطبيعتنا بنركز قوي على الحته الفيزيكال، طول عمرنا بنبص على الجسم، بنبص على الفيزيكال، وبنجنور او بننسى خالص حته المخ. فممكن تدينا كده باك جراوند على العلم اللي انت عارفاه عن المخ، وفيري كده كويك اكسبلانيشن او شرح للمخ ووظيفته؟ كل ما الواحد بيتعلم اكتر عن المخ بيبطل يشوف الهيومنز، بيشوف بس خليات مخ. فاهم قصدك؟ فكل ما الواحد بيبص على السكة دي اكتر بيلاحظ ان كل حاجة احنا basically a product of brain health. احنا كل حاجة في جسمنا، سواء وضع جسمنا، سواء البرفورمانس في الرياضة، سواء البرفورمانس في الشغل، كل حاجة comes down to صحة المخ. وهو السي اي او، هو الباص بتاع جسمنا يعني. وليه احنا النهارده ما تعلمناش كفايه في حته المخ؟ يعني انا واحد النهارده اهو ميد 30s، عندي 37 سنه، راجل بلعب رياضه ومفروض يعني مطلع، ريد وبتفرج وكده، ولسه معلوماتي عن المخ قليله قوي. وليه يعني انا بقى سؤالي ليكي هنا، هل بتحسي ان احنا في الشرق الاوسط او في الميدل ايست او في الريجن متاخرين عن بقيه العالم في حته انك تفهم المخ، وظائف المخ وعلاقه المخ بالبني ادم في الرياضه وكده؟ بتحسينا احنا فين؟ يعني هو عامة في العالم، مش بس في الريجن بتاعنا، في العالم brain research is very young، يعني صغير جدا compared مثلا للريسيرش بتاع القلب أو صحة الجسم عامة، أو العضلات والمفاصل وكل حاجة اللي هي دعوة بالمخ ابتدت تتغير تماما من 1996 لما اكتشفوا إن ممكن functional MRI والتكنولوجي ابتدت ان احنا نقدر نشوف المخ لما الانسان عايش، مش بعد ما يموت. لما الواحد عارف ايه اللي بيحصل في المخ والانسان عايش، بيعرف يعني حاجات كتير قوي كنا فاكرينها طلعت غلط. يعني كانوا الناس فاكرين ان بعد السن 25 كله داون هيل، بس طلع ان بعد كده عرفنا ان المخ ممكن يتغير في اي سن، والمخ من اكتر الاورجنز في جسمنا اللي ممكن تتغير وتادابت، وحتى في الثمانينات وفي التسعينات ممكن نحسني منها نجرو نيو نيرف سيلز جديده في السن مهما كان. لا يعني انا ما اعرفش المعلومه دي. احنا ممكن نبني قصدك خلايا مخ جديده على سن متاخر؟ اسمها نيوروجينيسيس. نيوروجينيسيس ان معنى ان المخ ممكن في اي حتت من المخ، مش كلها، بس حتت من المخ، حته الهيبوكامبس مثلا هي مسؤوله عن الليرنينج، التعليم، والميموري. ايوه طبعا، الذاكره. دي ممكن في اي سن، حتى واحنا في التسعينات تتحسن، نيو نيرف سيلز تبتدي تكبر. يعني جماعه زي ما انتم شايفين كده تعليم بره، فهتلاقوا انجلش وعربي ميكس، بس
بول اوف انفورميشن، معلومات. بس عندي سؤال يا هبه، دلوقتي انت قلتي كلمه مهمه قوي، وانا ما كنتش اعرفها. قلت ان البني ادم مخه بيتطور وبيبقى احسن وبيبقى اقوى في اي وقت خلال حياته. ايه العوامل اللي بتساعد الانسان، لو انا ام فيري كومبليكيتد قولي لي برضه، ايه العوامل اللي بتساعد الانسان انه يطور من البرين هيلث ومن مخه؟ اللي هو من اكلنا فعلا، ومن الاكسجين اللي بنتنفسه، ومحتاج يستخدم، يعني use it or lose it. دي تمرين، حاجة محتاج يشتغل. محتاج يشتغل. فطبعا احنا لما بنشوف الناس كبار في السن فعلا كل حاجة بتنزل، هي عشان برضو هم صح. يعني احنا لو كل ما بنتعلم اكتر بنعرف احنا عندنا سيطرة اكتر بكتير صح. من اللي احنا فاكرينها. وحكاية ان الواحد يبقى سوبر ايجر، دلوقتي بيسموهم سوبر ايجر، الناس اللي هم في الثمانينات اللي عندهم مخ زي الناس اللي عندهم 40 سنة، دول بيسموهم سوبر ايجرز. لا I love this term. خلي بالك Yeah. في كلمتين بيتقالوا دلوقتي كتير وانا عايز اسالك فيهم، سوبر ايجر وانتي ايجينج. صح. لا انا بتكلم جد، على طول بشوف كلمه انتي ايجينج على السوشيال ميديا دلوقتي، وكله دلوقتي بيتكلم ان الرياضه والهيلث والنيوتريشن والتغذيه بيساعدك انك تفضلي شباب بالطريقه العاميه. فانت بتقولي عليها سوبر ايجر. وفعلا اللي انا بلاحظه انك في ناس الاجداد اللي لسه بيشتغلوا لما بتقعدي معاهم بتحسيهم، يعني الرجاله الكبار اللي هم بيبقى جد بس بيشتغل، بتحسيه فعلا مصحصح ومختلف خالص عن حد قاعد في البيت. يعني فعلا اللايف ستايل، الاكل والرياضه الانفايرمنت كلها بتفرق جدا جدا. يعني من ناحيه اللي احنا بيطلع مننا، شخصيتنا، العقل بتاعنا اللي هو اللي احنا بنسميه الاي كيو او الفيزيكال كابابيلتيز، كله ليه دعوه بصحه المخ. لو صحه المخ كويسه الجسم كله كويس، لو صحه المخ تبتدي تنزل خلاص كل حاجه بتبتدي تنزل، سواء الحركه، سواء التوازن، سواء الشخصيه. الواحد لما بيكبر بيبتدي يبقى ما عندوش صبر زي زمان. صح. بيبتدي يبقى survival based اكتر، كله حاجه سيلفش. صح. يعني صح. بيقول لك دايما في مقوله بتقول لك الناس لما بتكبر بترجع بيبيهات تاني، بترجع زي الاطفال. بالظبط، ان ده الحته دي الفرونتال لوب، الخلايات اللي هنا بالذات هي دي زي الجرون اب او الاهل بتاعنا هنا. الحته دي يعني الحته دي أوكي. اللي هي فيها الراشنال ثوت، الثينكينج، الديسيجن ميكينج، كل الحاجات اللي احنا اللي بتخلينا هيومن، انسان. اوكي. كل ما احنا بنكبر، لو الخلايات دي ما بتاكلش كفايه، لو الخلايات دي مش بتستخدم، يبقى الحته اللي ورا دي اللي هي بتاعت اللي بيسموها الريبتيليان برين، اللي هي السرفايفل برين. اوكي، بتاعت سرفايفل. انا هشرحها بالعربي بعدين الكلمه دي. اللي هي اللي بتخلينا عايشين، اللي هي مسيطره على ضربات القلب، مسيطره على كل الحاجات اللي بتخلينا عايشين. الحته دي بتاخد كل الدم. وبتاخد كل الدم بطريقه ان ده يبتدي يضعف ويضعف ويضعف ويموت بعد كده، الخلايا دي تموت. فدي بتغير شخصية الشخص. والناس الوحيدة اللي عارفة ان المخ هو صحة المخ أهم حاجة في الدنيا هي الناس اللي عندها أهل أو حد قريب منهم عندهم ألزهايمرز أو ديمنشيا، أو شايفين الحاجات الأمراض الجهاز العصبي، وقتها بيفهم بقى أو الباركنسونز، أو الحاجات دي، الMS، وكل حاجة. كل الناس اللي بتمر بده أو شايفة الناس قريبين منهم بتمر بيه، بيلاحظوا قد إيه صحة المخ أهم حاجة. هسألك سؤالين. هل ستريس الحياة وستريس الشغل، وانا واحد عديت بستريس كتير في حياتي، بشتغل يعني وقت الكورونا، وقت الكوفيد والشغل، واحتمال اخسر شغلي، ومراتي حامل بتولد، ستريس، كان عندي ستريس. هل الستريس ده مع الوقت الكتير والتكرار بيأثر على المخ؟ هو الجهاز العصبي في كل ثانية بيحاول يحدد هل احنا في خطر ولا مش خطر، خطر ولا مش خطر. حتى واحنا قاعدين دلوقتي المخ انا فين يعني بالظبط؟ النور ده هل هيأثر خطر عليا ولا الدنيا حلوه؟ بالظبط، يعني كل حاجه. فالمشكله دلوقتي في التوتر بتاع النهارده، التوتر بتاع النهارده مش زي التوتر اللي هو
في اسد هنا ولازم نجري، بالظبط. او توتر التمرين دي حاجه اللي هو بنسميها الستريس الكويس. التوتر الكويس ده عباره عن ستريس عالي اللي هو ضربات القلب هتشوت لفوق، ضغط الدم هتشوت لفوق، كل حاجه هتعلى قوي قوي قوي. والمخ بعد ما الواحد بيتمرن، لما نوقف تمرين مثلا او بعد ما نجري من الاسد، هيقول المخ دايما بيحاول يظبط كل حاجه، فهينزل ضربات القلب على واطي، هينزل الضغط أيوة. على واطي، او حتى من قبل ما نبتدي التمرين. صح. حتى بنطلع من التمرين هاديين، نقول احنا ازاي كنا ستريس متوترين، يعني مش عارفين. دلوقتي جالي الاجابه اللي انا كنت بفكر فيها قبل التمرين. عارف الواحد بيطلع من التمرين حاسس احسن، ده التوتر الكويس. المشكلة في التوتر بتاع النهاردة اللي هو مثلا النور ده، أو الزحمة، القعدة الكتيرة، طبعا الأكل بتاع النهاردة، التليفون، التوتر على يعني كل الستريسز الصغيرة دي مش بتعلي الفيزيولوجي بتاعنا قوي لدرجة ان المخ يظبط، يعني مش بتعلي ضربات القلب قوي ولا الضغط ولا اي حاجة. يعني النفس هيزيد سنة، الضغط هيزيد سنة، ضربات القلب هتزيد سنة، وبدل ما المخ يقول دي مشكلة لازم احلها، بيقول خلاص احنا ده النورم الجديد، ونبتدي بقى نتعود على التوتر ده، وخلاص الضغط يعلى على مدة بقى. الضغط خلاص ده النيو نورم، وده يعلى سنة، القلب ضربات القلب تعلى سنة، وخلاص بيبقى من جوانا بقى متوترين. ودي حاجة صعبة نطلع منها، يعني بتبقى لازم لما عاوزين نهاندل التوتر ده لازم نقنع المخ ان احنا تمام. يعني ما ينفعش انا اقول لا احنا تمام وانا اقول اكلم مخي. لازم اخلي الاوتوماتيك فانكشن بتاعي، المخ هو همه حاجه واحده بس، السرفايفل. المخ عايز ان احنا نعيش. وده خلي بالك، انا برضو كنت باجي اتكلم مع الكلاينتس بتوعي في الكوتشنج، وصلحي لي المعلومه دي لو هي غلط. كنت دايما بقول لهم ان دايما المخ هيبقى عايز يحميك. فحتى وانت بتلعب رياضه وانت بتلعب جيم، مش بغباء طبعا، بالعقل يعني، بس لو انت بتلعبي باوزان وحاسه ان انا خلاص مش قادر ازق اكتر من كده، لا، هو المخ بيديكي بيوقفك قبل ما انت جايبه اخرك بالعقل، عشان ما يحميكيش، عشان المخ مش فاهم انت بتلعبي حديد ولا في حاجه بتقع عليك ولا ايه بالظبط. دايما بقولها برضو في الكورسز، اللي هو المخ مش همه هتعمل بنش قد ايه، هو همه ان انت بس تعرف تسرفايف تعيش يعني. بالظبط. وبعدين انا حسيتها في الرياضه، احنا كنا سباحه توقيعيه. أيوة. باليه مائي في مصر. باليه مائي في مصر. انا كنت دايما مستغربه قوي، احنا بنفضل طول السنه بنتمرن 8 ساعات في اليوم، بنتمرن على الروتين ده اللي هو 3 دقايق طحن يعني، وتيجي قبلها تنسي. صح. وبعدين لا مش ان انسى الروتين، اجي في البطوله عشان شايلين النضاره، عشان كنا بنتمرن دايما بالنضاره، نشيل النضاره واحس بخنقه في تحت الميه، يعني كأن هموت خلاص. طب وده بيبقى ايه؟ ده بيبقى ايه اللي بيحصل بالظبط؟ فلما اتعلمت اهميه النظر، ان الواحد يشوف بالنسبة للمخ، ان هو المخ ما يحطش الفرامل علينا. ايوه. المخ زي ما انت بتقول بالظبط هيحط الفرامل طالما السنسز بتاعنا مش موجودة. فجأة انا شلت اكتر سنس المخ بيعتمد عليه ان يعرف اللي بيحصل من ناحية سيرفايفل، النظر. فشلته، وطبعا نفسي هيضيق، كل حاجه هتضيق، وشت داون بقى، هتلاقيه بقى بيقفل كل حاجه. فعلا كان الارهاق رهيب يعني، وما كنتش بفهم خالص ليه الفرق ده. طبعا فهمت بعد كده لما اتعلمت قد ايه الفرامل بتاعت الجهاز العصبي يعني بتاثر على البرفورمانس في الرياضه بالذات. يعني كارثه. انا عارف الحوار ده كويس قوي، عشان يوم ما بحس ان انا زي ما بقول لك كده ان انا مخي مش متظبط او مودي، انا ما بقاش قادر حتى اطلع من السرير بالظبط. فهو كمبيوتر، هو مش طبيعي. وده اللي بياخدني لسؤال تاني، المنتل هيلث توبيك كبير قوي، وبنسمعه في كل ما بين كلمتين منتل هيلث، واكيد الناس بره بيتكلموا عنه عشان هو حاجه مهمه. احنا هنا معلوماتنا عن المنتل هيلث، او انا هتكلم عن نفسي، قليله جدا. ايه لما حد يقول منتل هيلث، ايه الديفينيشن؟ ايه معنى منتل هيلث؟
ده حاجه بنتكلم فيها كتير في النيورولوجي كورسز ماشي. اللي هو الكورسز بتاعت الجهاز العصبي، ان subject المنتل هيلث كله بيأسوسييت او بيتكلم على السايكولوجي. اوكي ماشي. وان انا لازم اروح اشوف دكتور نفساني او اتكلم معاه لو عندي انزايتي او ديبريشن او اي حاجه من الناس كلها دلوقتي عندها انزايتي وديبريشن. كل الناس عندها، كله عنده نفسيات، يعني كله عنده كده. 100%. بس لما بتبص عليها من ناحيه النيورولوجي، مش ان انا لو عايزه اساعد الشخص اللي قدامي ده لازم افكر انا ازاي اقدر اكل الخلايات المخ اللي هي مسيطره على المود وان انا ابقى مبسوط، ما بقاش عندي anxiety depression و fear of the future والكلام ده كله. كل ده لازم اجي عليه من ناحيه الفيزيولوجيكال مش السايكولوجيكال. يعني ايه قصدك؟ اشرحي لي اكتر. يعني طبعا السايكولوجيكال مفيد ان انا اروح مثلا لثيرابيست واقعد اتكلم ونتكلم على زمان والقصص دي كلها شوية. بس النيورولوجيست هيخش بسكه تانية خالص، ممكن يجيب نفس النتيجه. يعني مش بقول ان السايكولوجي او الثيرابيست حاجه ملهاش دور، طبعا ليها دور، بس النيورولوجيست هيخش من ناحيه اوكي الشخص ده عنده انزايتي او ديبريشن، ايه الخلايات المخ اللي مسؤوله عن ده، وتعمل ايه؟ بتمرنيها؟ نأكلهم through تمرين رياضة، through أكل أحسن، through تمرينات نفس، أكسجين يوصل أكتر، hyperbaric أكسجين. البايو هاكينج وورلد كله دلوقتي بيفكروا إزاي أقدر أوصل أكسجين أكتر لخلايات المخ. وطبعا دلوقتي هنا في دبي في كلينكس، احنا متأخرين قوي اعتقد، كلينكس بتعمل تيستينج للخلايات المخ، تشوف ايه الحتت اللي ناقصه، وبعدين تعمل اللي ناقصه اكسجين، وبعدين تعمل وانت لابس الاكسجين الهايبرباريك اكسجين بيخلوك تعمل تمرينات للمخ عشان الاكسجين يوصل للحته دي بالذات. يعني واو. عارف؟ فمثلا دي سكه تانية للانزايتي والديبريشن، حاجه تانية خالص. يعني غير ان انا دايما اقعد اقول لنفسي ان انا لازم ابقى مودي احسن من كده. الكلام اللي بنكلمه نفسنا مش دايما دي السولوشن. يعني لازم نفكر طب ايه اللي مسيطر علينا، ايه الاهل اللي جوه جسمنا اللي مسيطر علينا كلنا، هو المخ. عارفه كنت بتفرج على فيديوز للعيبه جامده قوي، كريستيانو رونالدو، جوكوفيتش بتاع التنس وكذا حد ماشي. وكنت بتكلم مع اصحابي والناس من صحابي كنا دايما بنتكلم في حوار، هو احنا ليه في الرياضه لما بنكبر مش جامدين؟ يعني كان دايما السؤال هو، انا كنت بقول لهم ان انا كنت بلعب ووتر بولو، ولما كنا عيال صغيره كنا جامدين، وبنيجي عند سن معين كده وبعد كده بيقطعونا. لما تيجي تتفرجي على الفيديوز بتاعت الاثليتس الجامده دي، كله بيقعد يقول لك على المنتل تريننج والمنتل واف يو هاف ذس، دايما مركزين على المنتل. انا متاكد اكيد انت هتبقى عارف اكتر ان الناس دي البروجرام بتاعها في التمرين هو مش زينا خالص، روح اتمرن وكل فراخ مشويه هم اكيد عندهم سيستم بيشتغل على الكمبيوتر، المخ والبرين هيلث، احنا لا نعلم عنه شيء. هو بص اللي انت قلته ده بالظبط اللي حصل في الاولمبياد. في المرتين اللي رحتهم سألت كل الدفع الرياضات التانية اللي كلنا كنا عايشين في بيت واحد. البنات هنا في بيت والرجاله في البيت اللي جنبكم. بس كنا بنتكلم وكلنا في الجونيورز زي ما بتقول كنا جامدين وبنكسب. أيوة. بنكسب بلاد يعني اللي هو يعني كندا وبعدين نفضل في المستوى ده، وبعد كده كله بيتحسن بشكل رهيب، واحنا مصر وما اعرفش دي حاجه لا بتقفي بقى في حته بنقف في كده. فكنت دايما انا عشان كده رحت انجلترا اصلا اذاكر سبورت ساينس. دي من اكتر الحاجات كنت عايزه اعرفها ايه اللي احنا عملناه غلط، ان احنا بنتمرن 8 ساعات في اليوم طحن. يعني فعلا انت عارف صح. في مصر بيمرنوهم يعني بطريقه غريبه. فلما رحنا روسيا نعمل كامب هناك قالوا لنا minimum effort maximum technique, you're doing maximum effort minimum technique. وقعدوا يعيدوا في الجملة دي كل شوية ان فعلا احنا قاعدين بنطحن الرياضيين. طبعا hard work والشغل ده مهم، لازم التوتر ده للجسم يعني بس بطريقة فعلا لازم يبقى فيه تيستينج اكتر من كده. لازم يبقى فيه لما تشوف اصلا الروس، وكمان جوزي كان بيشتغل في الصين بيمرن بتوع الباسكت في الصين. يعني والباسكت بول في الصين زي كورة، ما انا عارف مشهورة يعني جدا. أكبر انا فاهم.
التستنج اللي كانوا بيعملوه للصغيرين قبل ما يقولوا لهم اصلا انتوا ليكوا هل هتضيعوا وقتكم في الرياضه دي ولا لا، يقيسوا كل حاجه، يقيسوا التورسو، يقيسوا 100%. ده، يقيسوا كل حاجه، يشوفوا هل الشخص ده هينفع في الرياضه دي ولا لا. يعني خليني اقول لك على بوينت واعتقد انت هتبقي عشتيها معايا. وكنا بنلاقي لما نيجي نلعب مع المنتخبات بره او الفرق بره، تلاقي الووتر بولو اتس فيزيكال سبورت، لعبه يعني فيها ضرب وكده. تلاقي العيال كلها اتنين، بقول لهم هو ما فيش حد جسمه زينا، بينقوهم. فهل انت بقى بخبرتك دلوقتي في الرياضه بالاندرستاندينج او العلم اللي انت عندك له علاقه بالمخ، وازاي تعرفي ان ده ينفع هنا وما ينفعش هنا، ازاي اقدر انا الينك ده بالرياضه؟ يعني هل انت بتستخدمي دراستك دي النهارده ان انت تيجي تقولي والله البني ادم ده او البني ادمه دي ينفع في ده وما ينفعش في ده؟ عشان للاسف احنا فينا حاجه بسبب جهلنا، وبتكلم على الناس كلها، دايما بتقارني حد بحد. يعني دايما بتجيبي مثلا ولدين صغيرين بيلعبوا سباحه، تقولي مثلا ده احسن منه في السباحه، بصي اسرع منه ازاي، مع ان الولد ما عندهوش الجينات، ما عندوش، مش بتاعته، بس تحطيهم في رياضه تانية جودو مثلا، تلاقي ده يكسب ده. فهل دي ليها علاقه بالبرين ديفلوبمنت والمخ ولا؟ يعني انا بنتي دلوقتي نو واي احطها في السباحه، هي ايديها اصغر قوي من الافريج ورجليها اصغر قوي من الافريج. وبص على كل التوب سويمرز في العالم السباحين ايديهم قد كده يعني الحاجات دي مهمه برضو، الستراكشر طبعا. المخ زي ما بتسالني على المخ برضو مهمه قوي. انا مثلا خالي كان دايما مستغرب جدا ازاي اكون رحت الاولمبياد ومش عارفه امسك كوره، بيرمي لي الكوره مش عارفه امسكها، وبنلعب الرياكشن تايم بتاعي بطيء بشكل، عشان كده ما بسوقش. انا لو سوقت خطر قوي على ما استوعب اللي بيحصل هيكون الموضوع بطيء جدا. في رياضات محتاجة طبعا المخ يبقى fast processing، ودي حاجة ممكن اتمرن عليها، بس ليه اقعد اتمرن في حاجة انا مش مش قوتك. يعني ممكن اوصل ديسنت بس مش هوصل يعني. رونالدو يعني. وبعدين في فيديو على يوتيوب اسمه Tested to the Limit بتاع رونالدو، احنا بنذاكره، احنا اللي بندرس النيورو ساينس كورسز بنذاكر الفيديو ده بالذات، عشان الفيديو ده بيبين قد ايه هو سريع في البروسيسنج بتاع مخه، وازاي هو عارف يبريدكت ايه اللي هيحصل قبل ما تحصل. ده رونالدو؟ كريستيانو رونالدو في Tested to the Limit على يوتيوب. يعني it's amazing how ان الرياضيين اللي هم بيوصلوا التوب ليفل ده اكتر قوي ليها علاقه باللي هنا عن طبعا، عشان 100% انا متفق انتوا يعني الحاجات تبقى الفاينلز بتاع التنس وويمبلدون اللي بيفرق المنتل، الاثنين اساتذه، بس مين عارف يكنترول، مين عارف يركز، مين عارف يشت داون. اتس منتل. زي الرياليتي شوز اللي بنتفرج عليها، الكومبيتيشنز بتاعت الطبيخ والحاجات دي كلها برضو صح. يعني اللي بيكسب بيبان من الاول، اللي هو بيبقى هادي وقت التوتر، اللي هو لسه عارف ياكسس ده. لو انا الحته دي اتقفلت كله هيروح لهنا زي السرفايفل برين، خلاص مش عارف افكر، اللوجيك كله عايش هنا. فهو كله خلايات مخ اللي لسه بيشتغل في التوتر واللي ما بيشتغلش. وفي الرياضه دي اهم حاجه. يعني طبعا الرياضات زي سباحه توقيعيه او جمباز او كده مفيش المشكله دي قوي، عشان احنا الروتين بنعمله وبنعيده، مش لازم نرياكت لحاجه. طبعا بيبقى فيه ادرينالين وشويه توتر على طبيعي بسبب المنافسه، بس مش اللي هو لازم الموضوع هيبقى رياكشن للي بيحصل في ساعتها. عشان كده الناس بتبقى كويسه في الرياضات دي وفاشله جدا في الرياضات التانية زي مثلا رياضه تجري ماراثون، هو ما فيهوش قوي مش زي التنس. يعني الكره هنا زي الفورمولا 1 قصه تانية. وزي الناس اللي ما بتحبش الجيم خالص، بتحب انا ماليش في الجيم خالص. صح. بيقولوا كده، بيقولوا انا ماليش في الجيم خالص، لازم ابقى بره، لازم ابقى العب رياضه بادل بتاع. في الجيم بيزهقوا عشان محتاجين ستيميوليشن. ده طبيعي، مش طبيعي كمان. بس انا حاسه ان يبقى في بيزنس كويس ان الواحد
يقول للاهالي. انا مش عارف انت ازاي، انا مش عارف انا لو اعرف معلوماتك كنت فتحت مدرسه. يعني مش طبعا، لا يعني ما عنديش معلومات كفايه في الموضوع ده، بس زي الروس ما كانوا بيعملوا، انا حاسه لازم. لا بس يعني انا اعتقد يعني وانت بتتكلمي، انا لو عرفت يعني لو حد فتح مدرسه او وات ايفر ما اعرفش بيسموها ايه، ان انا اجي ابص واعمل شويه تيستس او امتحانات للعيال الصغيره، طبعا مع الجينات مع جسمه مع واقدر اقول لك بالعلم ده هيفتس او يشتغل فين احسن من احسن. ده حتى الأربطة مثلا في ناس عندها مرونة طبعا أكتر طبيعي من ناس تانية، وناس ناشفين. حتى البيبيهات بتحس بيهم، عارف لما بيبقوا واقفين، في ناس في بيبيهات ناشفة وفي بيبيهات مكرونة. 100%. ليه أضيع وقتي إن أحط بنتي وهي ناشفة كده جمباز؟ يعني ممكن احطها في الجمباز على اساس تساعد في الاصابات في المستقبل، بس في السبرينتنج احطها احسن في سبرينتنج، مش احطها في جمباز في امل ان هي تروح الاولمبياد 100%. بس استعمل الجمباز كتول ان يحسن المرونه شويه، عشان لما تيجي في السبرينتنج تعمل حاجه ما يجيلهاش اصابه. بما انك فتحتي حوار الاطفال وبيبينات، انا عندي بيبي عندها 2.5 سنين وعايز استغلك بقى بما انك هنا. هل في حاجات انا ممكن اعملها كأب لبنتي، او تعالي باش 2.5 سنين، تعالي نتكلم من اول ما البيبي بيبقى في بطن مامته، اوكي؟ يعني خديني كده على الجيرني. معلش، اي حد عايز احسن حاجه لعياله صح، وعايز يتاكد ان البني ادم طالع بمنتل كويس وفيزيكال كويس و فسؤالي هو ليكي، ايه النصايح اللي تقدري تديها لاي ام او اب العيله في كل فيز، اتليست في الفيز الاولى دي؟ اللي انا بفهمه وقولي لي لو انا غلط، ان اول كام سنه من البني ادم مهمين جدا، بيديله زي القوام او البيس صح. فسؤالي ليكي هو، من ساعه ما تكون الست حامل لحد ما البيبي بقى قد بنتي 2.5 سنين 3 5 6، ايه النصايح اللي ممكن تديها لنا؟ اكل بقى، شرب، روتين، اديني كده سامري اقدر اعمله عشان اتاكد ان انا بعمل اتليست واجبي. اوكي، انا كنت لسه في كوريا بتكلم على brain development بتاع children، فموضوع فريش دلوقتي. بس المهم قوي ان انت جبت سيره وهي حامل، بالذات لو ناويه ترضع 97% من اللبن من الكالوريز اللي بناخدها من اللبن في النيو بورنز رايح للمخ، بس عشان يخلي المخ يشتغل، عشان يخلي المخ يديفلوب ويجرو، يعني خلايا المخ تكبر وتشتغل يعني 97%. يعني طبعا ده بيقل لما بنبقى مثلا الواحد بيبقى 4 سنين بيقل 44%. في سننا كده 20% من الكالوريز اللي بناكلها بتروح لمخنا. فيعني تلت من الفطار بتاعنا راح للمخ. بس يعني مهم قوي اول كام سنه اللي انت قلتها، عشان دي اكتر وقت البرين بيديفلوب فيها. اول 5 سنين دي كروشال. بما ان انا عارفه كل الكلام ده، برضو وقعت في السكرينز والقصه دي. يعني الواحد وهو في برضو it's not easy، يعني مش سهل. لا ما تخوفنيش يا هبه، يعني ايه سكرينز؟ وضحي اكتر. هل انا لو سبت بنتي تبقى على سكرين، يعني مش هقولك بالساعات، بس انا لو سبتها مثلا 10 دقايق، ربع ساعه، تلت ساعه في اليوم؟ لا ده اوكي مش طبعا بيبقى فيه اهالي طبعا دلوقتي عشان الشغل وكده تحطوا قدام الشاشه ورايح دماغك. بيقعدوا كتير قوي. وطبعا اول 5 سنين دي السكرين تايم لازم يبقى على الاقل حاجه قليله قوي، يعني عشان دي critical time. والاهميه اللي احنا بندي الاطفال في السن ده مهمه قوي. يعني هما ده الفتره اللي هو مخهم لو ركزنا معاهم في الاول 5 سنين دول، شغلنا بعد كده لا، ما انا مش هسيبك بقى. اعمل ايه؟ انا دلوقتي نلعب معاهم. مش اديني حاجات اروح اعملها. اوكي ماشي، نلعب معاهم حاجات فيها مخ. والتليفون بتاعنا بعيد. انا عارفه ان ده صعب، بس يعني لو التليفون بعيد اوريدي الطفل ده عارف ان كان في سيرفي سالوا العيال ايه اللي بتخليك تعرف ان اهلك بيحبوك، ونمبر 1 answer حاجه 90% ردوا عشان بيلعبوا معايا.
يعني ده أوكي. كان الإجابة، مش يعني إن بيجيبوا لي هدية وبيجيبوا لي ده بيأكلوني ألعب معاهم. لا يعني إن هما بيلعبوا معايا، ده كان الإجابة. فاللعب مع الأطفال وحتى هما بيبيز إن إحنا نتكلم حتى لو إحنا عارفين إن هما مش عارفين اللغة لسه، whatever. بس نقعد نتكلم معاهم ونلعب معاهم ونديلهم الاهتمام، ده مهم قوي. طبعا من ناحية الرياضة أهم حاجة إن إحنا في الستيجز الأولانية إن إحنا ما نديلهمش ووكرز وحاجات كده، إن هم ايه ووكرز قصدك ايه؟ مشاية؟ المشاية والحاجات أوكي. دي. طبعا أنا أعتقد دلوقتي كل الناس عارفة إن ده المفروض ما نستعملوش. اوكي. بس يعني إن كيس حد لسه بنتي ما استعملتوش بيستعمله، بالصدفة، ما كناش نعرف الصراحة، بس ما استخدمتوش. يعني ان كيس حد لسه مش عارف الموضوع، فيه ريسيرش قد كده بلاش بيبين ان مشاية. المشاية اصلا بتبطئ المشي، يعني أوكي. بتخلي المشي يجي later، اوكي. ومش بيساعد في اي حاجة. ان احنا لازم نخليهم على قد ما يقدروا المخ هو اللي يتعلم مع نفسه، حركته. والحتة المخ اللي هي central pattern generators بتحصل دي لازم تحصل مع نفسها من غير مساعدة. فبعد كده الرياضة أهم حاجة. والرياضة هل بتنصحي ان الطفل يلعب رياضة من سن معين ولا ما تفرقش؟ عشان انا برضو ما اعرفش ايه بدري قوي ايه تو ماتش. ساعات بحس وممكن اكون انا غلط، يعني انا ومامتها في ديبيت، تي عندها 2.5 سنين، يلا تبتدي سباحة، انا حاسس تو ايرلي بدري قوي، مش عايزه استرسهر برضو، هي لسه بتخاف وعايزه ابوها. فهل ليها اي علاقة ولا ده مش عايز اعمل حاجة برضو تطلع البنت معقدة، فاهمة؟ هو كله لازم يبقى فن وبلاي، ولازم يلعبوا بره. ويعني حكايه ان يبقوا بره دي مهمه قوي. السباحه بالذات كل ما يبقى بدري كل ما بيبقى مفيد، من ناحيه ان مش ان هو هنخش بطولات وتكنيك وكده، بس ان هم يبقوا مرتاحين في الميه. لما بيبتدوا بدري بيبقى اسهل من بعد كده. لان معظم الأطفال كده طبعا بيختلف. أنا مع بنتي كانت برضو لما ابتدينا السباحة متأخر شوية كانت أحسن، إن كانت عاقلة أكتر وكانت حسيت ان هي جاهزة دلوقتي. بالظبط. فكل طفل طبعا مختلف. انا عجبني ان الزمن ده بتاعنا مختلف شوية عن اهالينا، ان احنا عندنا حتة هتحصل في الوقت المناسب شوية، ما اعرفش انا، بس انا بحس كده يعني. اتليست احنا اللي هو لا ما تزقش ما تضغطش. انا زمان كان امي بالشبشب تضغطش مين يلا، فاهم؟ احنا برضو طالعين ايه اهدى شويه، صح؟ طبعا. يعني الموضوع دلوقتي ممكن نبقى اكستريم شويه من ناحيه الاكل والشرب والشويه اكتر، صح؟ بالظبط. يعني ممكن نبقى اكستريم من ناحيه ان لازم تاكل بس الاكل البيرفكت ده، وطبعا الجسم لازم يتعود على الكويس والوحش، يعني عشان نبقى سرفايفرز كويسين. وده الهدف بتاعنا، ان احنا نبني اطفال من الاخر. احنا التارجت بتاعنا مخهم هو اللي لازم يبقى خلايات المخ دي تبقى healthy وادابتبل للستريس، للتوتر، للاكل الوحش، للاكل الكويس. ما يبقوش دايما لازم البيض ده اجيبه من المزرعه دي، واحنا داخلين قوي في سكه الاكستريم اورثوركسيا بيسموها في الاكل بالذات، اللي هو تو ماتش، يعني ما تاكلش ده ما تاكلش ده، قصدي كده صح؟ وبعد كده هيتعودوا على كده بس، وهيجي لهم مغص من اي حاجه، عارف؟ بس في نفس الوقت ان احنا عاوزين برضو هما بيتمرنوا، هما نضغط شويه. ان معظم الناس بيقولوا لي على الاقل وانا بتكلم معاهم ان انا كان نفسي ان اهلي ضغطوا عليا ان اكمل في الرياضه دي، او العب ميوزك او وات فالفريدم برضو كتير قوي من غير السلايد بوش. ما احنا طول عمرنا كنا عاوزين نوقف سباحه توكايه. دلوقتي I'm very grateful. يعني grateful بتقال ازاي؟ ممتنة يعني مبسوطة ان اهلك ضغطوا عليك. مش اهلي، كانوا المدربين. تعرف المدربين في مصر زي الاهل. المدربين سيطروا على الموضوع وقالوا خلاص احنا يعني هم اللي ضغطوا ان نوصل للمستوى ده. وطبعا لولا كده كان عمري ما وصلت الليفل ده. ودلوقتي بيجي لي شغل واوبورتونيتيز كتير. الاولمبيكس دي حاجة مهمة جدا مليون في المية. أنا لما كنت بقرأ عنك وبتقولي لي 2 تايمز أولمبيان، أنا ما كنتش أعرف. واو، يعني أنا كان حلمي أخش أولمبيات واحدة وما دخلتهاش، يعني اتقلشت آخر يوم تقريبا. كنت في عارفة اللي هو يعني اللي هو في literally أول تاني يوم مسافر أولمبيات. بس well done. يعني احنا برضو ما وقاعدة معايا عادي كده، مش ما رحناش طبعا اي حته نير البوديوم، احنا ورا خالص. بس احنا عشان بس نكواليفاي. واحنا لما رحنا الاولمبياد كان قبل ما مصر يبقى
لازم تبقى موجوده representing افريقيا. كان قبليها كان لازم نروح قبليها نعمل كواليفاير، ولو ما طلعناش يعني كان لازم نبقى في ال 24 الاولانيين عشان نقدر نروح. فاحنا الهدف بتاعنا كان بس كواليفيكيشن، مش ان احنا ايوه فاهم قصدي انك نكسب. فانا ما صدقتش لما رحنا سيدني اول اولمبياد، رجعنا وكل الناس لو ده ازاي تطلعوا 18 ده 18 ده ورا قوي وفضحتونا ويعرف كل الانريالستيك. احنا كنا فرحانين جدا ان احنا مش احنا كنا فرحانين جدا ان احنا اصلا كواليفايد، ان احنا ما طلعناش ال 24 الاخير، يعني ان احنا نطلع 18 طبعا. ده كان اتشيفمنت، قاعدين يعني بنعمل فرحه وبعدين نرجع مصر نلاقي كل الاتيتيود ده. بس الناس ما بتستوعبش قد ايه البلاد كتيره قوي عايزه تخش في اول 24 دول، يعني مش تعرف الموضوع ده خالص. لا محدش هيفهم. اسالك كام سؤال وما اعرفش الاسئله دي ليها اي معنى ولا لا. لو انا اسئلتي غلط قولي لي، ما فيش حاجه اسمها كده. بس هل في اي علاقه ما بين المخ وانك تخسري وزن او دهون؟ المخ ما بيحبش 2 كيلو اكبر او 2 كيلو اقل في توتر. اوكي، يعني في زي بيحب المخ ان احنا نفضل زي ما احنا. يعني لو انا النهارده، خلينا نسال شويه السؤال الفاتت دي مش مهم قوي. لو انا النهارده جسمي اوفر ويت شويه، انا زياده شويه في الوزن، ماشي، يعني وزني زياده عن الطبيعي حاجه بسيطه، المخ هيحاربني اني انزل عطل، هيحاول يثبتني في الحته اللي انا فيها دي. يعني حوالي 2 كيلو از اوكي. بعد كده هيبقى رخم. لازم نقنع مخنا من ناحيه الفيزيولوجيكلي ان ده اوكي اعملها ازاي ان يبقى بالراحه، يعني مش فجاه. طبعا انا عارفه ان في ناس كموتيفيشن لازم حاجه سريعه، وبعدين بس دي ناس قليله لازم يخسوا بسرعه عشان يحسوا بالحماس. بالحماس ان هم يعملوا بقى يكملوا بس دي نسبه في المية قليله. معظم الناس عشان تقنع المخ ان هم ما يرجعوش بعد 6 أشهر تاني يرجعوا نفس الوزن، لازم يعملوها بطريقه بالراحه، ما تخدش الجهاز العصبي. لازم نقنع الجهاز العصبي ده امان ان انا اكل اقل، ده امان. وبعدين الموضوع ان انا بس اكل اقل واتحرك اكتر ده يعني اوكي، احنا عارفين ان ده من الاخر هو ده المطلوب، صح؟ بس من الاخر الجهاز العصبي هو اللي مسيطر تماما على الابيتايت بتاعي، وان انا اكل اكتر، والسايكولوجي. يعني معظم الناس اللي بتاكل زياده عن المطلوب لازم نبص طبعا على الجهاز العصبي بتاعها، لازم نبص على الفاكتورز اللي هي بتسيطر على الهرمونات اللي بتخلينا نروح نقوم نجيب الكيكه دي. يعني ايوه فاهم قصدك. انا عارفه ان كلنا عارفين الموضوع ده. لا يعني حد يقول لك انا اللي هو الايموشنال ايتنج، قصدك صح؟ الايموشنال ايتنج اللي هو انا ستريسد ومش قادر هروح اضرب كيكه. في ناس ايموشنال ايتنج بتخليهم ياكلوا زياده عن اللزوم، وفي ناس الايموشنال ايتنج بتخليهم مش عايز اكل. يعني انا من النوع ده. مش انا من النوع ده لما ببقى متضايق وبتاع مش عايز اكل. بس الباثويز دي بندرسها. يعني الباثويز انت السكه بتروح كده، انت بتروح يمين انت بتروح شمال، وناس كتيره قوي بتروح العكس. يعني دي حاجه احنا ما عندناش سيطره عليها، دي حاجه لازم نمرن ونعمل ريتريننج لمخنا ان ياخد السكه بتاعتك التانية. فدي حاجه صعبه قوي، ودي بقى حاجه انا عايز اتكلم معاك فيها، ولازم تديني حاجه. انا عارف لما انا سالتك السؤال بتاع ازاي اقوي، بصي انا مقتنع ان كل ما البني ادم بيبقى مخه صحي اكتر، كل ما بيبرفورم احسن، بيأدي احسن في شغله، بيأدي احسن في حياته، في موده، في كل حاجه. وعشان كده انا دايما حتى على السوشيال ميديا بتكلم على ان الرياضه بتساعدك تشتغل احسن. يعني الناس، انا معظم الناس اللي عامله لي فولو بتتكلم معايا ناس كلها في شركات وكوربريت عندها بيزنسز وكده، فبيقول لك لا اصلا عندي شغل. بقول له افهم، انت ساعه تمرين هتخليك تعمل انتاجيه احسن، صح؟ انا عايز اعرف لما انا بقول كده علميا ايه اللي بيحصل. عايزك تقولي لي بالظبط ايه اللي بيحصل في الجسم ان انا بيخليني احس ان انا اليرت ومركز وبأدي احسن. ونمبر 2 عايز اعرفه منك تكنيكس غير الشغل. انا سألتك عشان احسن من مخي، قلت لي اشتغل اكتر. هل في حاجة تانية اقدر اعملها جنب الشغل وان انا اشغل مخي اكتر تساعدني ان انا ابقى
برين وايز او مخا وايز صحي اكتر؟ من ناحيه use it or lose it اللي كنا بنتكلم عليه، نشغل المخ، بالظبط. ما فيش مقارنه من اي حاجه ممكن، ولا مذاكره ولا قرايه ولا نسمع مزيكا، كل دول ليهم ابحاث قد كده ان هم كويسين للمخ. أوكي. صح. listening to music، العب سودوكو، العب brain games apps لنشاط المخ. ما فيش حاجه جايه even قريب من الرياضه. يعني الرياضه والحركه للمخ ما فيش حاجة تقارن. ولما بس بشرح للطلبة في الكورسز كل حتة في المخ شغالة عشان بس أجي أمسك القلم دي، قد إيه حصل في المخ بس عشان أمسك ده. تخيل بقى لو عملوا حاجة فيها تركيز في الجيم أو بيلاتيز أو حاجة لازم نركز فيها ونعملها بطريقة معينة. يعني مش بس من ناحية الدورة الدموية إن هي المخ أصلا يبقى عنده دم أكتر، blood flow أحسن. بالزبط. دي حاجة من ناحية الكارديو. أنا شايفة فايدة الكارديو أهم حاجة في الكارديو، إن أنا لو الواحد بالذات عنده ايدين ساقعه ورجلين ساقعه، اللي هو ناس كتيره قوي 100% المخ ساقع برضو، فان انا اعمل كارديو عشان اخلي الدوره الدمويه توصل للخلايات دي اللي هي لو ما وصلهاش الاكسجين ده هيموتوا. يعني انت بتقولي ده على فكره انا I love this topic عشان انا رياضتي جيم ومعظمنا وانا ساعات منهم دلوقتي بعمل كارديو عشان داخل الصيف وعايز يبقى شكلي حلو. اوكي ماشي فالحق. بس كتير مننا وقت بالذات وقت الشتاء وبتاع لما تكوني عايزه تعملي بيسموها بالكينج يعني وتبقي اكبر وبتاع، بتلعبي حديد وبتاكلي كويس وبتقللي الحركه. اوكي مش فارق معاكي قوي شكلك، يعني بيسموه الاوف سيزون. ف دي اول مره ابص لها من منظور ده، ان انت بتقولي لي خلي بالك ان القعده على ماشين واعمل كده كده مفيده جدا وهتشغل المخ بلا، بس الكارديو ليه عامل تاني خالص على المخ. دلوقتي الابحاث عندك زمان كان كله الابحاث على فايده الكارديوفاسكولار اكسرسايز على المخ، فعندنا قد كده داتا بتبين الكارديو بيحسن انزايتي ديبريشن، خلايات المخ بتنشطها من ناحيه كل حاجه. ودلوقتي مركزين قوي على السترينث تريننج الاوزان بتخلي المخ يحس ان هو اصغر، السن نفسه اصغر كل ما بيبقى عندنا عضل اكتر. انا عارفه ان انت سالت على الكارديو ودخلت. لا بالعكس بالعكس انا هابي انا عايز اسمع الحته دي كمان. بس عشان الابحاث كتير قوي عن الكارديو فدخلت في السكه التانية اللي هو دلوقتي مركزين عليها قوي، ان احنا كل ما يبقى عندنا عضل اكتر كل ما المخ فعلا مقتنع ان احنا اصغر في سننا عن سننا. فكل حاجة من ناحية هرمونات، من ناحية النيورو ترانسميترز، كل حاجة بتشتغل أحسن، وخلايات نفسها المخ بتفضل عايشة أكتر عشان العضل الزيادة اللي عندنا ده. فأكتر حاجة ممكن نعملها كإنشورنس إن إحنا بنكبر في السن عشان أنتي ايجينج اللي أنت قلت عايز تتكلم عن الموضوع ده، إن إحنا نحط عضل أكتر ونكمل في الكارديو مش لازم يبقى حاجة انتنس قوي، يعني بس المشي السريع مش المشي اللي هو يعني تنهجي يعني اللي هو الواحد لازم يحس بشوية مجهود شوية 100%. مجهود، وده طبعا هيفرق قوي من ناحية زي ما بنقول الأكل بتاع خلايا المخ محتاجة أكسجين ومحتاجة جلوكوز من الأكل اللي بناكله، ومحتاجة كارديو عشان أصلا يوصل. يعني الكارديو هو اللي بيخلي الأكل ده يوصل للخلايا المخ. فأنا ده خليني أبص على الكارديو بطريقة، أنا كنت بكره كارديو كنت بزهق منه، بس دلوقتي بعمله عشان عارفة أهميته من ناحية بالذات إن أنا إيديا ورجليا ساقعة دايما. أهميته الحياة. وده بيخليني أفكر إن الناس اللي معظم حياتها قاعدة على مكتب أو قاعدة على كرسي 8 ساعات وبيعملوا مثلا 3000 و4000 خطوة في اليوم، عارفة اللي هو ساعات كده من على التليفون بيعد، دي كارثة. عشان هو مش بس بقى احنا دايما بنركز فات وزياده الدهون، لا يا مان، هو بيوند، هو مخ، وده كمبيوتر. يعني ده لو حصل له اي حاجه بعد الشر كله شات داون، كل سنه طيب. ولا اكتر ناس زي ما انت قلت، اكتر ناس اكشلي مركزه قوي في النيورو ساينس دلوقتي الهاي بريشر جوبز، الكونسلتنتس، البانكرز، الحاجات دي تخيل. عشان هم عارفين قوي اهميه، طبعا الرياضيين برضو، بس النيورو ساينس وورلد اكسبلودنج في الاشغال دي عشان البرودكتيفيتي زي ما بتقول اللي بيحصل لما بنتحرك. خلاص المخ دلوقتي
عارف يابزورب كل المعلومات اللي بتاخدها، بتفضل مش اللي هو تطلع من الودن التانية. بعرف عشان كده كلنا بصراحة يعني كنا بنتمرن 8 ساعات في اليوم كل 100%. الفريق، وكله كان بيسأل ازاي بتجيبوا النتائج دي في المدرسة، وكلنا كنا كويسين قوي يعني. اليرت مركز مصحصح. انا يعني انا بيبقى احسن وقت ليا في الشغل بعد تمرين الصبح. طبعا يعني لما اكون شغال على حاجه مثلا على الساعه 5 6 ومخي مش عارف، يعني خلاص مخي مهنج، ببقى عارف ان انا لو سبت اللابتوب دلوقتي وصحيت ونمت ورحت اتمرنت هخلص اللي انا بعمله ده بدل 3 ساعات هخلصه في نص ساعه. لو رجعنا للأطفال، الأطفال اللي عايزينهم يذاكروا ويستوعبوا ويفتكروا تاني يوم للامتحان، هم لو قعدوا 3-4 ساعات بيذاكروا هيبقى حاجة، بس لو راحوا اتمرنوا وبعدين جم ساعة واحدة بس حاجه تانية هيبقى خالص. حاجة تانية خالص. الهيبوكامبس اللي كنت بتكلم عليه قبل كده ده بيبقى زي السبونج فعلا، بياخد المعلومات وبيثبت وحتى ان احنا نفتكر تاني يوم دي هتبقى الريكول هيبقى احسن بكتير عشان الرياضة اللي عملناها. فاكتر حاجة لازم نعملها عشان نعرف نتعلم ونركز اكتر نتمرن، بالذات قبل ما نذاكر على طول، او قبل البرفورمانس او أيوة اللي انا عايزه اعمله. والنوم طبعا برضو اهم حاجه للمخ، النوم طبعاً. ده زي بناخد مخنا كده بنحطه في الديش واشر. الديش واشر ده هو اللي بيغسل واحنا نايمين كل البروتينات الزياده اللي هي بتعمل امراض جهاز عصبي زي الزهايمرز وباركنسونز وحاجات كده. مش باركنسونز، الزهايمرز وديمنشيا، سوري. اوكي. البروتينات اللي هي الوحشه اوكي دي بتتنظف واحنا نايمين. ولو حتى في السن الصغير لو مش بننام كفايه او بننام كويس بتاثر جدا جدا على خلايا المخ. واحنا لازم نفهم الستيج السن المعين النوم لازم يتغير ازاي. لا قولي لي اكتر يعني في السن مثلا التينيجرز المراهقين لا مراهقين التينيجرز من 14 ل 16 سنه دول بيناموا كتير قوي. لازم يناموا كتير قوي. والمشكله ان هم مش عارفين يناموا بالليل بدري، ده طبيعي، بس لازم يناموا يعني لازم ما نصحيهمش. والمشكله المدارس بتبتدي بدري. الله يسامحك يا ماما، الله يسامحك. المدارس هي المشكله، المدارس تبتدي بدري قوي قوي قوي، ودي فعلا بتقفل على النمو بتاع الخلايات دي في السن ده، وهم للأسف مش عارفين يناموا بدري. فاحنا البرايورتي عشان مش عارفين نغير موضوع المدارس لازم نلاقي اي طريقه ينام الظهر بقى يناموا عايز ينام براحته. لو ناموا الظهر هيبقى مش الكالتشر بتاعت زمان دي بتاعت قوم ذاكر وبتاع، تعبان عايز ينام خليه ريكفر. حتى النابينج هيساعد كتير، فيري هيلثي. او نلاقي طريقه ان هم فعلا يعرفوا يناموا بدري، بس طبعا صعب يعني برضو. عشان كده حوار الترندز اللي بتطلع بتاع 5 AM كلاب واصحى الساعه 4 الفجر، مش قصدي حاجه، السن ده مش في عشان بقى الشباب كلها بتتاثر انا حصل الساعه 4 يا عم نام. افيد لك تنام، يعني مش قصدي مش تنام توخم، بس نام وريكفر، يروح ينام على الكنبه، بس قصدي في ناس محتاجه تنام بالظبط. يعني انا عارفه ناس فعلا مقتنعه بال5 AM كلاب وبتنام متاخر. طب طب نام بدري يا ابني. عشان كده اتس باك فايرنج بيج تايم. يعني كل ما الواحد يتعلم قد ايه النوم مهم لخلايا المخ يقتنع جدا، بس طالما احنا مش متخيلين الفيزيولوجيا بتاعتها برضو صعب ان الواحد يحمس نفسه ان يعمل التغييرات دي. اوكي هسألك سؤال و feel free to answer او لا، مش عايز ديتيلز قوي، بس in general topic. هل في حاجات معينة واحد ممكن ياكلها يشربها تساعد without going to many details، بس قصدي in general في حاجة you recommend out of الريسيرش انت بتعمليه والعلم او الناس اللي بتقابليها، اي حاجة تقدري تنصحينا بيها تساعدنا شوية ان نبقى in a healthier هو أكتر؟ طبعا ده مش التخصص بتاعي، بس انا عارفه الجنرال ان كل الابحاث بتقول ان كلنا لازم نتعلم نبقى كل الابحاث بتقول ان احنا individual جدا، صح؟ والريسبونس بتاعنا الاكلات مختلفه والسبلمنتس مختلفه. انا عارفه ان احنا كلنا عارفين كده، بس كل ما الكوميونيكيشن ما بين المخ والاورجنز كويسه
من العصب المهمة قوي اللي هو اسمه الفيجاس نيرف ده. كل ما ده يبقى كويس كل ما انا هعرف ابقى النوتريشنست بتاعتي، ان انا هبقى احسن become my own nutritionist. انا اللي اقرر عشان انا عارفه، عشان انا حاسه ايه اللي كويس ليا واللي لا القهوه في الميعاد ده بالنسبه لي لا، بس القهوه في الميعاد ده كويس. السبلمنت ده حسسني ان لا، بس السبلمنت ده حسسني ان كويس. طالما ده شغال كويس يبقى معظم الناس ممكن تعمل قرارات لنفسها. طالما برضو كبرنا في environment healthy اللي هو الاهل ما ادوناش ماكدونالدز يعني ايوه طبعا الحاجات اللي كل يوم معروفة والحاجات دي طبعا 100%. دي بتاثر برضو الابرينجينج ان احنا اتعلمنا ايه اللي كويس واللي وحش. بس مفيش اكله بعينها او فاكهه بعينها او حاجه معينه اتس جود فور، يعني حاجه معينه انت تنصحي بيها ان جنرال؟ يعني in general اكتر ريسيرش معمول ان هو كويس المخ والناس اللي هم بيعيشوا اكتر من 100 سنه بياكلوه هو الميديترينيان دايت. يعني الميديترينيان دايت اللي هو اكل خضار وفاكهه كتير وبروتين واسماك وكده صح؟ بروتين وفيش وكده. يعني بس طبعا في يعني انا عارفه ان في ديبيت كتير على الفيش اويلز وايه اللي كويس واللي وحش، بس برضو more research is needed عشان الواحد يعرف يبقى مع الكامب ده او مع الكامب ده. نعمل ايه بالظبط؟ هم زي حرب يعني أوكي. وانا بحس عالم التغذيه ده يعني زي السياسه يعني فعلا، عشان كده بقفل منها شويه، ان بحس كل واحد ممكن يقنعك برايه، بس ان انا فعلا اختار الحاجات الطبيعيه اللي هي فعلا اكل، اللي هي جدتي وجدتي وجدتي اللي قبليها مقتنعين ان ده اكل. كل ما ترجع للطبيعه كل ما احسن. كل ما نرجع اسال نفسك كل ما تيجي تاكل هل الجريت جريت جريت جراند بيرنتس بتوعك هيقولوا على ده اكل ولا لا؟ يعني مش كوكيز مثلا. يعني طبعا البروكلي يعني برضو كويس الميتابوليك فلكسبيليتي، ان احنا ما نبقاش برضو مقفلين ميتين قوي نفسنا عشان الجسم يتعود على الكويس والوحش، بس 100%. معظم الوقت يبقى كويس. دايما بيقول لك في رول، يعني في ناس بتقول كده، انا بحب الرول ده، ان خلي 80% او 85% من يومك اكل صحي وزي ما انت بتقولي كده مش شجره بتاع، وخلي 10 15 20% دلع نفسك يعني. بالظبط. انا النهارده كنت ماسكه كوكيز وكنت باكله في اللانش بريك، فالستودنت قالت لي في اللانش بريك ايه ده انت ازاي بتاكلي ازاي بتاكلي ده؟ بالظبط. فقلت لها ميتابوليك فلكسبيليتي، يعني لو فعلا كنا لسه بنتكلم خلي الجسم برضو يتعود على كله يعني، بس زي ما انت بتقول 80% من الحاجات الطبيعيه يعني اوريدي الكواليتي بتاعتهم بنشك فيه، بس على الاقل نحاول يعني نفضل ناكل اكل. بصي انا عندي سؤال تاني، ام انجوينج بصراحه ممكن اقعد معاكي لبكره، بس عندي سؤال عايز اعرفه منك. برضو موضه طالعه جديده، ما اعرفش هي موضه ولا حاجه بقالها شويه، انا بالنسبه لي جديده، انك تصحى الصبح وتمديتيت. فاهم قصدي؟ المديتيشن عامه سوري كان لا جوهد المديتيشن عامه ان احنا نهدي الجهاز العصبي، صح. ففي ناس المديتيشن ده سكيل لازم انا اتمرن عليه عشان ابقى كويسه فيه. تمام. في ناس عندها القابليه انها تتمرن عليه وتبقى كويسه فيه وتخش فيه قوي قوي وتهدي الجهاز العصبي على طريقه فيزيولوجيكالي، وفي ناس احسن لهم يجروا، هم ممكن بالجري يوصلوا بنفس النتيجه ده بالظبط. بالنسبه له طريقته انه بيمديتيت او عشان زي ما قلنا اللي قبل كده الستريس الكويس اللي هو المخ بيقول ايه الضغط العالي ده، ايه ضربات القلب شاطت، انا لازم ارجعها تاني وهرجعها اقل من اللي دخلت فيه، فانا بطلع هادي. ففي ناس بتبقى احسن لها الجري، وفي ناس الاكشن، وفي ناس احسن لها المديتيشن والتمرين النفس. مش شرط ان كله لازم يصحى يقعد يعمل بريثنج اكسرسايزز او نفس ويشغل مزيكا هاديه، مش شرط. في ناس ممكن تروح الجيم. يعني بالظبط، هو الهدف ان انا هدي الجهاز العصبي. لو هديت الجهاز العصبي خلايا المخ اللي هنا تفضل تاخد دم اكتر، تاخد الحته دي اللي احنا مهتمين بيها قوي في المخ بتاعنا، صح. ففي ناس بتروح بالسكه دي وناس بتروح السكه دي، بس النتيجه هي
طبعا كلنا ممكن نتحسن في اي حاجه. انا لو قررت كل يوم اعمل مديتيشن هتحسن في السكيل ده. أكيد. زي الفيجواليزيشن أي في حاجة. الرياضه. أي انا حاجة. مش اي حد ممكن يتخيل اوكي انا هتخيل هنط صح. بسرعه قوي عالي قوي بالحته دي. برضو سكيل محتاجه صح. تمرين، بس كل ما بنعملها كل ما بنبقى احسن فيها. whether بقى ان انا شايفه ان المجهود ان انا ابقى كويسه في المديتيشن مستاهله ولا لا، ده قرار برضو يرجع. انا بالنسبه لي تمرين النفس والمديتيشن والحاجات دي بحبها، بس ما عنديش صبر ليها خالص. لو خلوني انام على مات بتاعت يوجا رفيعه قوي والارض قاعده مضايقاني، دي مش عارفة أركز هتعمل كنترول على الباقي. فانا لو خدت بالي من الموضوع ده، لو خدت مات تخينه والاوضه مش برد وعارفه اخش في الموضوع، هستفيد جدا. فالكونديشنز الصغيره دي ساعتها هي اللي بتفرق قوي. آخر سؤال أسأله لك، هل في طرق أو تكنيكس أقدر أستخدمها وأنا في نص يومي عشان أهندل ستريس أو ستريس مانجمنت، أو لو قاعد في اجتماع حد عصبني، يعني في أي حاجة، أي تip، أي حاجة تقدر تديها لي هاندي أقدر أستخدمها في حياتي كده، ولا الكلام ده هكس؟ هو تحس إن في ناس هادية وفي ناس، فهل في حاجة، واحد زي مثلا أنا من نوع بنفعل يعني عادي خالص، ابقى في اجتماع وداخل مودي حلو وبتاع، فاهمه، وكان بندم على الاكشن اللي انا خدته، او اقول يا فاهم يا ريتني كنت كنترول نفسي. في حاجه تقدري تديها لنا تip ولا؟ في حاجتين. يعني الاميديت اللي هو ان انا ابطأ نفسي، ده انا عارفه ان دي معروفه بس هي فعلا لا ما اعرفهاش، قولي لي. يعني ان الواحد يبطأ نفسه دي، ان انا اتنفس بطريقه بالراحه، اعد مثلا احاول اعد في الدقيقتين دول اقدر اتنفس اقل قد ايه. كاونت، عد واحد يعني الهدف ان انا اتنفس اقل من 5 نفسات في الدقيقتين مثلا. يعني دي امبيشس شويه، بس ان انا مثلا اعد 3 عدات اتنفس لجوه و6 عدات لبره، دي اوريدي هتهدي الجهاز العصبي immediately. يعني مفيش حاجه سريعه زي حلوة دي. ان احنا نبطأ النفس immediately هتهدي، بالذات النفس لبره. ان النفس لبره هو اللي بيهدي الجهاز العصبي، بيبعت رسائل احنا في امان في امان. النفس لجوه بيقول العكس، بيقول في اسد. فان انا اهدي الجهاز العصبي immediately، اتنفس لبره بالراحه قوي. تاني حاجه على المده الطويله اكتر، ان انت، ودي فرقت معايا جدا، ان انا كنت عصبيه برضو. كل ما بتعلم اكتر على المخ دلوقتي، في كل المعلومات على يوتيوب، بودكاست، يعني في حاجات قد ازاي أيوة. بس دلوقتي كل ما بتعلم اكتر على المخ، عشان كده كل الناس عايزه تذاكر نيورو ساينس، كل ما اعرف اسيطر عليه. انا دلوقتي عرفت فيا ايه الحاجات الضعيفه على الخلايات، من ناحيه الخلايات. فبقيت قبل ما اعمل الرياكشن، زي ما اكون بطلع من جسمي ابص على نفسي من بره، زي observer كده. وبيبقى فيه اكتر ثوت قبل ما رياكت. فحتى بقيت اتخانق قليل قوي من ساعه ما ابتديت تفهمي. يعني من ساعه ما بقيت افهم ان احنا ما بقيتش اي حد مثلا في الشغل معصبني او كده، بقيت افكر لا، هم مش ذنبهم، هم المخ بتاعهم كده. الخلايات هنا فعلا هي مشكله. الشخص ده مش عارف يتكلم غير على نفسه عشان هو مخه كده. انا لازم، فبيخلي الواحد على طول يبقى compassionate اكتر، يبقى non judgmental تماما. أيوة. ان احنا بنكتشف ان كل حاجه بترجع لصحه المخ، كل حاجه. واو. فما فيش جادجمنت. بحر ابن لذينه، عمرنا ما هنخلص. ما اعتقدش ان العلم عن المخ عمره هيقف. يعني ما بيقولوا كل عارفينه 10% من عارفين من 10% من المعلومات من الحاجات. هبه ثانك يو سو ماتش. ثانك يو بجد، اتس بين ا بليجر. انا ممكن اقعد معاكي من النهارده 10 ايام قدام، اقعد اتعلم منك. جماعه، هبه زي ما قلت كو فاوندر بتاعت بودي هاك. بودي هاك المدرسه اللي انا عملت فيها بي تي. كذا حد بيقعد يسالني انت اتعلمت فين وما اتعلمتش فين. انا اتعلمت في بودي هاك، ومش اعلان بس، تستاهل. كانت اول خطوه ليا ان ابتدي في مجال البيرسونال تريننج وكده، هو ان انا دخلت بودي هاك واتعلمت تحت ايد هبه والتيم بتاعها. اي هايلي ريكومند، بنصح بيهم جدا، عشان زي ما انتم شايفين الكو فاوندر عامله ازاي، ما بالكم التيم اللي معاها بنفس القوه.
ثانك يو سو ماتش فور انك جيتي قضيتي معايا الوقت ده، اتعلمت منك كتير، واي فيل انا فخور ان انت معايا في اول حلقه. لا احنا فخورين منك جدا لا، عشان بجد. ان انت يعني من اول الجراديويتس اللي فعلا يعني شاطوا على طول في المجال. يعني لا شكرا ليكي، أنا بكلم جد. عارفه دايما في مثل بيقول لك من علمني حرفا اصبحت له عبدا، صح؟ وانا فعلا ما بهزرش، مش بقول كده عشان الكاميرا بس، يو ديزيرف ات. انا فعلا فخور ان انا بادي هاك جراديويت، يعني متخرج من عندكم. وعلى طول اي حد بيسالني على السوشيال ميديا على طول بقول له روح لبادي هاك عشان اقدر احط اسمكم وانا متاكد ان هياخد احسن سيرفيس. ف ثانك يو سو ماتش. مش هتبقى اخر ابيسود، عندنا 1000 توبك نتكلم عنه، كل شويه نيجي نقعد هنا ونقعد نتكلم مع بعض. ثانك يو سو ماتش على النهارده وعلى الساعه اللي انت اديتها لنا دي. ثانك يو، شكرا لك حبيبتي. اتمنى، عارفه بيعملوا كده اتمنى تكونوا انجويد البودكاست ده، وهيبقى في حاجات كتير جايه. ولو سمحتم لو بتحبوا كي جي بودز اعملوا سبسكرايب عشان نكبر البيج واعرف اجيب ناس جامده زي هبه. love you all و see you soon. thanks هبه so much. ثانك يو. تشيلك قدام بدل ما حد يسندك. بالظبط كده. احنا عكس الرجاله، يعني معظم الرجاله العكس. ويكر في جسمك، ويكر في عقليتك. حاجه اتربيتي منها وانت صغيره ولا حاجه انت نميتيها لما انت كبرتي؟ اي كتاب عن الصحه كنت بقعد اقراه. لا يا كريم، انا طلعت من التمرينه مش عرقانه مش مفرهده، انا مش حاسه بفايده. وعندي واحده صاحبتي مش هقول اسمها تموتي في الفرهده. وانتظرونا في الحلقه القادمه.